بن عمي بنت عمي السلام عليكم. بلاغ من الجامعة الملكية لكرة القدم. البلاغ يقول: تعذر على المنتخب المغربي المشاركة في الشان المنظم بالجزائر. نص البلاغ ذكي جدا، يعني المحرر نتاع البلاغ ذكي جدا ويعرف جيدا ما يكتبه. داك الشيء مغيز. علاش كنقول ذكي جدا؟ لان بناء على داك الشيء اللي كيتقال بزاف د الحوايج غتوقع من بعد. شنو هي هاد الحويجات؟ هي شنو هو الاثر ديال عدم المشاركه ديال المنتخب المغربي، وشنو هي العقوبات المحتمله سواء على الجامعه الملكيه لكره القدم او على الفاف او الاتحاد الجزائري. انطلاقا من هذه الرساله غادي نعرفوا العقوبات فين غيمشيو وعلى من غيطيحوا، واذا ما طاحوش علاش. كاين بزاف ديال لي بيست غادي نحاولوا نناقشوها في هذا الفيديو. خليك معايا تبع وركز. في البلاغ غادي نقرا واحد الفقره الاولى كاع كيقول بعدا: تعذر على المنتخب الوطني السفر الى مدينه قسطنطينه. يعني البلاغ كامل ما فيه شي حاجه سميتها قررنا عدم المشاركه او ننسحب او المنتخب المغربي لن يشارك. ما كايناش هذه اللغه هذه. كاين اللغه ديال تعذر على المنتخب نتاعنا انه يمشي لقسطنطينه عبر خط مباشر وعلى متن الخطوط الجويه الملكيه المغربيه، يعني الشركه نتاع الغرام الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنيه. كل كلمه موزونه بن عمي، موزونه. انا نقول لكم علاش موزونه كل كلمه في هذا البلاغ هذا. ما غاديش نقراه كامل، ولكن غادي نمشيو بعدا في القضيه ديال: قد تقدمت يوم 22 دجنبر 2022 الجامعة الملكية تقدمت بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره الجهاز المسؤول عن تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين. إذن شكون اللي منظم؟ الكاف هي اللي منظمة. الجزائر تحتضن ولا تنظم كأس إفريقيا للمحليين في الجزائر. إذن الجهاز المسؤول على التنظيم هو الكاف أو الاتحاد الإفريقي. راسلته من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسطنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ. تم قبول الطلب من حيث المبدأ. هذه الجملة هذه مهمة جدا في النص كامل، بمعنى أن الجامعة الملكية لكرة القدم ملي راسلات الكاف قبلت الطلب مبدئيا من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الإفريقي. معنى أن الاتحاد الإفريقي رد على الجامعة وقال لها بأن الطلب ديالك مقبول مبدئيا، يعني عندك الحق ديري هذا الطلب، يعني ماشي خارج اللوائح التنظيمية نتاع الكاف، يعني ما طلبتيش شي حاجة ما خصهاش تطلب، يعني الطلب ديالك معقول منطقي ومن حقك ديري هذا الطلب. غير هذه الجملة هذه كافية باش هذوك المحللين نتاع الزعت في القنوات نتاع الزعت الهكاوية يعرفوا بأن القضية راها مغيزة قانونيا. كتستناو العقوبات. أنا نقول لكم العقوبات بلاتي. ملي كنقولوا الكاف ردات على الجامعة وقالت لها الطلب ديالك مقبول مبدئيا واستنيني نرد عليك ملي ردوا عليا من الجزائر، فالأمور غادية في السليم وبطريقة مضبوطة وذكية ومتقونة. إذن بعد هذه المراسلة شنو دارت الجامعة الملكية لكرة القدم؟ على هذا الأساس قامت الجامعة الملكية لكرة القدم بالإجراءات التالية: أولا، إشعار الكاف بمسار الرحلة والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسطنطينة. ها منين غندوزو، ها الإحداثيات، ها كيفاش، ها متى، ها كيفاش باش تعطيونا الترخيص النهائي. الترخيص المبدئي راه عندنا، دابا خصنا الترخيص النهائي. مزيان. وثانيا، واصلت التحضيرات نتاعها. حنا رانا كنوجدوا، حنا رانا كنلعبوا كندربوا، درنا ماتش كاع اميكال مع اثيوبيا، يعني رانا خدامين شغلنا. كاين تربص،
يعني حنا ماشي النية ديالنا عدم المشاركة ولا الرفض ولا هذه ولا هذه. تفهمنا؟ وبينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأسف بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية. لاحظوا جيدا أن هذا البلاغ ما كيتكلمش على شي حاجة سميتها الاتحاد الجزائري، الفاف، ولا السلطات الجزائرية، ولا طلبنا من السلطات الجزائرية، ولا من وزارة الخارجية، ولا وزارة الأجواء والطيران الهوائي الجزائري، ولا من لا هنا كل شيء في هذا الشيء اللي البلاغ يتحدث عن مراسلات بين الجامعة الملكية لكرة القدم والجهاز المسؤول على التنظيم ديال هاد الشان هادي، وهو بطبيعة الحال الكاف، الاتحاد الإفريقي. إذن كنردوا على هادوك ديال تشيخي بيخي، منهم حافظ الدراجي اللي كتدخل في واحد القناة التونسية، واحد الإذاعة تونسية، كيقول لهم وشنو بغيتوا نجيبوا لكم طائرة تونسية، نجيبوا لكم طائرة تونسية، بغيتوا طائرة جزائرية، طائرة جزائرية. ياك المرضي، ياك اخي حافظ، ما بغيتيش تدخل السوق جواك والو. وقال لك بان الاتحاد الافريقي قال لهم راه الا بغيتوا تمشيو كاين موريتانيا واسبانيا وتونس. داك اللغه ديال الحشي بيشي من الهيه وداك التبحليس اللي راك دير الكابرانه تاع حفيظ، خص يكون كيحترم شويه الذكاء والمنطق نتاع الاشياء. وهو البلاغ واضح وباين، كاين موافقه مبدئيه على الطلب نتاع الجامعه الملكيه لكره القدم، بمعنى ان الان الجامعه الملكيه لكره القدم راها في معزل وفي مأمن من اي عقوبات. اللي كيستناو كيحلم بشي عقوبات على الجامعه الملكيه لكره القدم ها منين يدوز. علاش؟ لان الامور واضحه وقانونيه ومنطقيه ومعقوله. اما العقوبات الا كانت غتكون فغتكون على الاتحاد الجزائري. دابا غتقول لي غنقول لك علاش. غنقول لك لان هذا قرار سياسي يمنع يعني استكمال واحد الفرحة رياضية. هذا واحد القرار سياسي يمنع اجتماع الجسد الكروي الإفريقي. غنقول لك بأن هذا قرار سياسي يحرم دولة بسبب خلافات سياسية غبية من نظامها من أن منتخبا تاع كرة القدم يمشي يلعب كرة القدم. تفهمنا؟ خاصة ملي كنربطوا الأمر مع المشاركة أو ديال بوريطة وزير الخارجية المغربي في القمة العربية، واللي جاء على متن طائرة الملكية المغربية مباشرة إلى الجزائر، وما قديتوش تقولوا سيادي وكذا وهذه وهذه وهذه. ما أن بوريطة يمثل النظام المغربي اللي انتم معقدين منه، يعني يمثل النظام المخزني بين قوسين اللي كتضلوا ومع ذلك جاء في الطيارة رسمية مباشرة ملكية مغربية إلى الجزائر. وهادو كرة القدم دراري ولاد الشعب تحرمونهم من ذلك. هنا غتدخل الكاف، هنا غادي الكاف غادي تخدم شغلها، السذج البسطاء. تفهمنا؟ ايوا تحملوا مسؤوليتكم الآن. ومن جهة أخرى حنا شفنا ردود الأفعال ديال المغاربة. حمدناك يا ربي وشكرناك، ما خصنا مشاكل. عاود لا كدا والشحن من هنا والشحن من لهيه والجماهير عاود ضرب هادي دير هادي وكدا وشعل ليا. الله يعاون باش حتى لو وقعت شي حاجه زينه دابا ديالكم، وقعت شي حاجه شينه ديالكم. صافي يلا بصحتكم والله يعاون وبالباع. بسلامه. باي 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 باي.